أخبار نادي الهلال السعودي: اجتماع حاسم يحدد مصير مدافع الهلال. كشفت تقارير صحفية أن خليفة الدوسري مدافع نادي الهلال اجتمع بالمدرب الإيطالي سيموني لمناقشة مستقبله مع الفريق خلال المرحلة المقبلة. وبحسب التقارير أبدى اللاعب رغبته في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة أساسيا، بينما لم يعارض سيموني فكرة رحيله إذا لم يجد مكانا ثابتا في تشكيلته. في الوقت ذاته يدرس الدوسري مع وكيل أعماله العروض المقدمة له في ظل اهتمام واضح من عدة أندية تنتظر قراره النهائي بشأن البقاء أو الرحيل عن الهلال. الهلال يرفض إعارة لاعبيه. رفضت إدارة الهلال العرض المقدم من إنجي الفرنسي لاستعارة المهاجم الشاب عبد الإله رديف، استجابة لرغبة المدرب الإيطالي سيموني الذي أكد تمسكه باللاعب ضمن خططه للموسم الجديد. وبحسب تقارير صحفية عقد سيموني اجتماعا خاصا مع راديف لشرح دوره في المرحلة المقبلة، في وقت أبدت أندية أوروبية عدة إلى جانب الفتح السعودي اهتماما بضمه عقب تألقه في بطولة تولون الدولية. ورغم رغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية خارجية، يبقى القرار النهائي بيد إدارة الهلال والجهاز الفني، الذين فضل الاحتفاظ بخياراتهما المحلية لتعزيز التشكيلة.